عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل شوية قرص صغيرين كده وعلى قد ايدينا كوبايتين دقيق. بسم الله. كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية من الزيت، عليهم معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره خميره، حط عليها نص معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح. عايزه تضيفي عليهم تحطي عليهم ينسون، كمون. ده طبعا ينسون او كمون هيعمل لك برضك شويه قرص محترمين. احنا نشغل ايدينا بقى علشان انا بحب اعجن جدا. انا عندي العجانه بس انا بحب اعجن بايدي. فانا دلوقتي كده قلبت كله في بعضه، وبعدين انزل بشويه ميه حبه حبه كده. ما عندناش لبن هنقف مش هنعمل قرص، لا. ليه؟ احنا هنعمل شويه عجينه وطريه وجميله جدا بحبه ميه اهوت. هنحط كمان حبه ميه. مفيش حاجه باذن الله تقف معانا اهي، والعجينه طريه هتبقى طريه باذن الله. فانا دلوقتي كده هلم العجينه كلها وهي بتطرى معايا وبتبقى حلوه اهي اهي. وهي وما تنسوش انا حطيت، اللهم صل على سيدنا النبي، انا حطيت دلوقتي كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين سكر، عليهم معلقه خميره صغيره، نص معلقه من البيكنج باودر، حاطه رشه ملح، وعجنت بميه، ما عجنتش باي حاجه تانية. وهو كل حاجه على قد ايدينا، وهي احنا مش هنقف خالص. كل اللي عندنا هنعمل بيه والحمد لله. اي حاجه ما عندكيش شويه لبن مش هنقف. طبعا الميه موجوده مش هنقف. ما عندكيش بيكنج باودر، الخميره بس كفايه. هو انا البيكنج باودر بحبه على انه بيكبر لي القرصه شويه وبتبقى شكلها حلو. بحس ان هو بينفشها اكتر كمان بالخميره. وهو ادينا انا خلصتها ولميتها كلها اهي. وبتنفع بصراحه الصبح تبقي صاحيه من النوم مثلا، بتنفعك في كل حاجه. بصي اهي بصي، هي طريه جدا، هي طريه جدا اهي اهي. فدي هتنفع حتى الصبح مع كوبايه شاي بلبن، حتى تنفع للاولاد هيحبوها جدا على فكره. انا عندي ولادي بيطلبوها بالطلب، كل يوم لازم اعمل لهم منها علشان هما بيحبوا طول ما هما قاعدين بياكلوا في القرص ديت. ودلوقتي انت بتجيبي القرصه بكام؟ ادي البتيهايه بتجيبيها ب3.5، بتيهايه بالشوكولاته ب6. هتجيبي ايه؟ هي حاجه كوبايتين دقيق، هما كوبايتين دقيق. ويا ستي لو ما عندكيش كوبايتين دقيق وعندك كوبايه واحده احنا مش هنقف، هنحط الكوبايه وهنعمل برضك حبه قرص صغيرين، حبه صغيره مش مشكله. بس حاجه هتفيدك وحاجه انت ضمناها بايدك، انت عاملاها وانت ضمناها بنظافتها بكل حاجه. بدل ما احنا هنشتري حاجه من بره احنا ما نضمنش هي حلوه ولا وحشه ولا فيها ايه. والحاجه انت في البيت، وطول ما انت بتعملي الحاجه في البيت طبعا سبحان الله العجين اصلا في البيت ده خير ورزق والحمد لله. فاحنا دلوقتي هنسيبها بقى تخمر وهرجع لكم تاني ان شاء الله. انا بس هسيبها تخمر دلوقتي وهوريكم بعد ما نيجي نقرصها وهنعملها القرصه المقاس اللي انت عايزاه كله، وهنعملها باذن الله وتطلع حلوه. وبرده هخليكم معايا. انا دلوقتي اهي بعد ما خمرت اهي هنقرصها اهي. بصوا اهي هنقرصها اهي. انا عايزاها طبعا صغيره مش عايزاها كبيره اهي. بصوا اهي
كمان واحدة. بعد ما خلصت اهيت، طبعا انا دهنت الصينيه بنقطه زيت، دهنتها كلها، وبعد كده هندخلها الفرن. هي تهدى شويه وندخلها الفرن. دلوقتي هي اصلا ما خدتش خميره غير هي ساعه فقط، تسيبيها تخمر، تكوني مولعه الفرن ومدخلاها، تطفي الفرن تسخنيه وتدخليه، وهو هتلاقيها السخونيه معاها تديكي ساعه بالظبط، وتطلعيها تبقى احسن عجينه باذن الله، وهتلاقيها خمرت معاكي كويس. اديني عملت اهيت من كوبايتين، عملت اهيت دي صينيه، وهطلع لي باذن الله تاني صينيه اهيت. وديت بعد ما خلصت، هي سخنه لسه مطلعاها من الفرن حالا، سخنه مولعه اهيت، وطريه جدا اهي. سخنه مولعه، عشان كده مش عارفه امسكها اهي، سخنه جدا اهي. بسم الله اهي. فطبعا بصي، من اقل التكاليف تقدري تعملي القرص اللي انت بتحبيها كلها، من اقل التكاليف، من كوبايتين دي بس، يعتبر هما كوبايتين دي بس، وباذن الله تعملي احلى قرص. وهي اتعملت لي ادي صينيه اهيت، وصينيه حطيتها تاني في الفرن، وديت الصينيه الاولى اهي معاكم اهي. بصي بصي، هي سخنه مولعه وطريه جدا جدا اهي اهي. شفتي الطراوه؟ باقل التكاليف، وان شاء الله انزل لكم حاجات حلوه وعلى قد ايدينا باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد، وهيبقى باذن الله بردك على قد ايدينا، وباذن الله هنعمل حاجات حلوه وعلى قد ايدينا كلنا ان شاء الله. وهي اهي بردك بوريها لكم تاني اهي، طريه جدا، ويا رب تكون تعجبكم، وباذن الله هتعجبكم وهتدعوا لي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.